احنا جعانين. انت جعانه؟ انا جعانه. فماشيين في الطريق لقينا المطعم اللي هناك ده. محارة البحر. يلا نجرب محارة البحر. بيبي ما تنامنيش خدناش ستوري. عنده شاورما كمان. So is it only seafood or all seafood? So shawarma, do you have shawarma seafood? No. No shawarma. Shawarma and chicken, Okay. but have seafood, dynamite seafood, Okay. ginger, jumbo. برضه شكله حلو ده. نجيب طب مثلا. ماشي. Can I have one frozen? Okay. عايز ايه بقى؟ نجرب بالافوكادو ده. ماشي. شكله كويس. وده؟ ما ده من غير. ماشي. Okay. So this one and this one. Okay. And one another. Yes. Okay. Yeah. Any fresh juices? نجيب عبود. Yes. Food. واحد عبود. Okay. وواحد عوار القلب. اوكي. اوكي سو واحد عوار قلب وواحد عبود بس صغير صح؟ How long it takes? 10 minutes. 10 minutes? Yeah. The sandwich you like is spicy or no? That's fine. Spicy. Okay, thank you. So we'll wait outside, okay? Okay. متحمسة؟ انا متحمسه قوي وريحه المحل حلوه، يعني ريحه الاكل حلوه. بص عاملين ايه؟ برجر في الخس. ده عشان الناس محبين الدايت؟ تقريبا. ايه ده بص؟ انا قريتها خالص. هطلب كنافة. لا ماشي. عندهم كنافة قشطة جبنة نوتيلا لوتس. ينفع بقى يحط لك القشطه الجبنه نوتيلا لوتس ورا بعض؟ لا مش هعمل كده. ممكن واحد كنافة قشطة. كام؟ 16. 16. البنزينة دي مكانها في حتة احنا مش عارفين الحتة دي اسمها ايه بس جنب وافي مول. في واحد غريب قوي جه وقف جنبنا من شويه وبيتمشى كده. باصص علينا. دلوقتي؟ الراجل اللي ورانا ده. بصي انت هتصوريني من بره. لا انت هتبقي جوه وتصوريني وانا واقف بره واعمل كده. مش هعمل كده لا. يا سلام على المزيكا، يا سلام على المهارة. اول حاجه ده كان ايه؟ الكاليماري. ندوق خلاص. حلو. صح؟ بس حادق شويه. حلو بالنسبه لي انا حلو. ماشي. نديله ريت. ماشي. 1 2 3 7. ماشي اللي بعده. طبعا احنا مش عارفين ايه ده، سندوتش حاجه من اللي احنا مختارينها يعني. ده تقريبا اللي ما فيهوش افوكادو. ده اللي كان سبايسي تقريبا. يلا 1 2 يلا هوبا. حلو. بس عليه كاتشب مايونيز. انا بصراحه ما بحبش لما اروح مطعم اطلب سندوتش ويحط لي فيه كاتشب. يعني هو ومايونيز. هو ماشي. هو حاسس ان انا اكيد هحبه يعني. فاهم؟ بس المفروض كان يقول بصراحه يعني. بتبقى حركه وحشه. لحد دلوقتي باكل كاتشب ومايونيز وعيش. هو كتير قوي يعني انا ما جاليش خالص لحد دلوقتي اصلا جمبري. اول حته بس خالص اللي جات لي. هو انت ليه دايما بيطلع حظك كده؟ عشان انا غلبانه. بس هو حلو. انا اطلبه تاني. حلو بصراحه بس انا عايزه اوصل اهي الجمبري يعني. انت ممكن يكون الجمبري بيتزحلق معاك لتحت. لا حلو بس مش سبايسي. انت حسيته انه سبايسي؟ بس سيكا يعني. طب نديله تقييم؟ سيكا. نديله تقييم عشان نخش على التالت. يلا. في خيار مخلل. 1 2 3 7. 7. طب يلا اللي بعده. يلا. انت جبت البطاطس دي منين؟ انا ما باكلش بطاطس ليه؟ انا قلت لك ما تاكلش يا ابني. ما اعرفش انا شو بطاطس. طب يلا اللي بعده. هات اللي بعده. احنا يا جماعه الرهاب الاجتماعي بقى يخاف مننا. احنا بنصور جوه بنزينه الناس كلها بتتفرج علينا. الاول كنا لا وتعالوا نشوف حته الناس مش شايفانا. ايوه بنتدارى بقى كاننا ايه. ان الحاجات عماله تقع مني. تاخديها فوق هنا. ما ادتنيش. بصوا خدوا يا ماما انا لسه بشوف بفتح. بتشوف وبتفتح بتشوف والله ما لحقتش. اللي مليان. المهم ده شكله يا جماعه. وريته وهذا هو الافوكادو. بص ان هو باين اكتر. وانا بطلب من الراجل قلت له افوكادو عشان عارف الناس هتتريق عليا. يلا هو ده ينقصه الصوص. هل هيكون ناشف ولا هيكون عادي؟ حلو هنشوف. انا حاسه ان هو لا فيه صوص اهو. بص برضو مايونيز تقريبا. ماشي يلا يا بينا.
حلو. هو حلو. انا حسيته سبايسي عن التاني. احلفي. امم انت ممكن يكون جالك جو واحده سبايسي مثلا. مش عارف، بس الافوكادو حلو مدي توازن. بس فيه انا حاسس ان انا باخد مناديل كتير قوي. فلفل اسود صح كتير قوي. انا بالنسبه لي بحب الفلفل الاسود قوي، يعني مهما زاد عادي مش بتضايق. ماشي، بس طعمه يمكن ده صوص فلفل اسود. مش عارف، هو مش وحش بس قوي، هو اللي مدي اللي انا حسيت ان هو سبايسي شويه. ماشي، طب يلا الله حلو قوي. هل الناس في الحلقه دي هيقولوا لنا كام منديل استخدمناه في هذه الحلقه، على اعتبار ان اللي هيكسب في الحلقه الجايه، اللي كسب في الحلقه اللي فاتت كان رفعت سقف رفعت. شاطر يا رفعت، فضلت تحاول لحد ما كسبت في الاخر. اصرار، اهم حاجه الاصرار. هنشوف مين اللي هيكسب في الحلقه الجايه. كده احنا في 3. رفعت قال كام بقى؟ رفعت قال ولا منديل، عشان هو احنا عايزين كده في مين اللي عندنا علبه مناديل. احنا وعدنا الناس ان اللي هيكسب عندنا احمد صبري ورؤى وآية ورفعت. ماشي. احنا مديونين لكل واحد فيكم باربع علبه مناديل، سامحونا فيهم. اللي هي فيها كام منديل؟ احنا ما قلناش. ماشي، فاللي هي بقى ايه بتاعت الجيب دي. انت حظك، هو ده اسمه كيس مناديل. كيس مناديل. احنا قلنا علبه مناديل. علبه. ماشي والله مش خساره فيكم يعني. هتبقى بكام يعني علبه المناديل يعني؟ ماشي هقيم. 1 2 3 8 7. انا 3 7 الحلقه دي. انا ده عجبني بصراحه. انا التاني عجبني اكتر، مع اني ما بحبش الكاتشب قوي. ماشي، هو التاني كان طري، الصوص فيه اكتر، بس طعم الصوص اللي هنا الافوكادو مع الفلفل الاسود، مع برضو حاطين صوص تقريبا فيه اسمه ايه مايونيز، مع بعضيهم مدين طعم حلو. مش دلوقتي عندنا ده عبود. محدش يسأل ليه العصير ده اسمه عبود. مش عارفين، بس هو اسمه عبود. هو مش مدينا مستلموهات مع عبود. ايه ده مش مدينا؟ لا مدينا. هات عبود، هات عبود يا ابني. خد. مش عارفين عبود عبارة عن ايه اصلا. اعتقد مانجا وحاجات. ايه؟ بحاول اخمن. مانجا، كانتالوب. انا بس مش حاسس بحاجه تاني. جوافه. موز. طب تديله كام من 10؟ 1 2 3 7. وده عوار القلب. عوار قلب. عوار قلب ده في حاجه تقيله تقريبا جوه؟ عسل. لا، كرات الدم الحمراء. ده فراوله، بس مش عارفه معاها ايه، مش قادره استنتج. هنعمل سيرش. انا اعمل سيرش. جيميناي. ساقع قوي تقريبا. اللي كان تحت ده كان تلج، مش ممكن احدق. في 2 عصير في الامارات، في واحد اسمه عبود وفي واحد اسمه عوار قلب. ممكن تقول لي مكوناتهم؟ عصير عوار قلب عادة ما يتكون من مزيج من الفواكه المجمدة مثل الفراولة والمانجو، بالإضافة إلى الحليب والآيس كريم والفانيليا. أما عصير عبود فمكوناته قد تختلف قليلا من مكان إلى آخر، ولكن قد تجده مزيجا من بعض الفواكه والحليب أيضا. هل ترغب في معرفة مكونات محددة لأي منهما؟ ما ايوه يا عم، انا بقول لك ايه من الصبح. انا بقول لك عايز اعرف عبود ايه الفواكه اللي جواه. أعتذر عن سوء الفهم. عصير عبود يتكون بشكل أساسي من مزيج الفواكه، ويشتهر بوجود قطع الفواكه الطازجة فيه مثل الفراولة، المانجو، الجوافة، وقد يضاف إليه أحيانا الحليب أو العسل. هل هناك فاكهة معينة ترغب في التأكد من وجودها؟ خلاص ده جيميناي. اخلص. ماشي، عندنا بقى البتاع. يا لهوي، لسه الكنافه. هي فين؟ مش معايا. اهي معايا.
كل مره بتعمل كده. يعني عليها الصوص بتاعها. العسل ده مش عارفه الشربات ايه الصوص دي؟ ايه عليها. هو ادانا حاجه ثانيه في كاتشب، تحط كاتشب. مفيش صوصات. هندوقها ونشوف يمكن عليها. وريتها. لا ليه. طب هي طريه. طريقه مقرمشه من بره وجواها قشطه من جوه. مش عارف اوريكم القشطه ازاي. يلا 1 2 هوبا. حلوه قوي قوي. كلها مظبوط. عايزه اوريكم القشطه بقى اهي. بس هي بصراحه عليها اسمه ايه؟ ميه ورد. بس حلو عادي. مش اوفر. لا مش مضايقاني. طيب حلو ناخد الباقي للاولاد. القشطه حلوه قوي. لو انت عايز تاكلي كلي يعني. انا هاكل باقي اكلي. ما اديناش ريكس دي. يلا 1 2 3 9. حلو ماشي. ماشي. انا عارفين ان الفيديو ده بالطول، بس احنا كنا ناويين نصوره ريل، بعدين الموضوع وسع مننا تقريبا، كنا جعانين قوي. ف ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش تقولوا لنا كام منديل. مين اللي بيزمر؟ ستي عربيه بتزمر عادي يعني. اوكي. قول لهم بقى على فكره البرطمان. احنا عاملين برنامج جديد، مش برنامج جديد بس احنا هنلم كل حاجه مع بعض ف سلسله واحده اسمها البرطمان دي. انتوا بتكتبوا لنا على الانستجرام، احنا كل يومين كده بننزل ستوري جديد على الانستجرام، بنطلب منكم حاجات تقولها لنا افكار عشان نحطها في برنامج البرطمان ده هيكون برطمان فعلي، هنحط فيه الطلبات بتاعتكم. يعني احنا هنطبع كل اللي انتوا كاتبينه على الانستجرام ونحطه في البرطمان. هنطبق كل الورق ونحطه في البرطمان، وبعدين في الحلقه كل 10 دقائق بالظبط هنعمل تايمر. كل 10 دقائق هنشد ورقه وننفذ اللي فيها ده ممكن يكون مشكله حد عايز يحلها، ممكن يكون نكته، ممكن يكون فزوره، ممكن يكون طلب اكله نقوم نعملها دلوقتي، طلب مطعم نروح نجربه دلوقتي، اي حاجه في الدنيا هنعملها. بس انا عايز بس اقول حاجه، عشان في ناس بتكتب حاجات اللي هي زي عقاب، اللي هو مش عارف اصبغ شعر بيمبو مش عارف ايه، او في حاجات زي كده اللي تحس اللي هي تنفع في الحلقات لما يكون حد خسران ويبقى عقاب. احنا مش ملزمين ان احنا نعمل الحاجات دي، اوكي؟ يعني فاهمني؟ يعني مش زي ما اقول احنا لازم نعمل اللي انتوا بتقولوه، لا انتوا ممكن تقولوا لنا حاجه واحنا نقول لكم لا مش هنعمل كده. بس بصي فكره البرنامج لا هي فكره البرنامج كانت ان احنا هنعمل اي حاجه، هنعمل اي حاجه، بس بقول لك في حاجات بتتقال الناس اللي هو مثلا لا يعني في حاجات اوفر، يعني اللي هو ما تنفعش مع سياساتنا، او مش سياساتنا ايه سياساتنا دي اللي ما تنفعش مع ستايلنا احنا مش هنعملها يعني. انا اقصد اللي هي الحاجات دي. لكن الحاجات التانية العاديه اللي ممكن انت خلصتوا كله. بصوا والله وسايب لي عوار القلب عشان يعورني. خلاص يا جماعه خلاص انا هنسحب. سوري. شكرا لكم، والسلام في الحلقه الجايه من سوا.